شفتوا لا فيديو ديال هاد البنيوته هادي مع هاد الكوري. شوفوا انا في هاد الفيديو ما جايش باش ندافع عليها لحقاش ما داكش شي حاجه زوينه باش غندافع عليها. بركه غاديك الجمله اللي قالت ديال انت زوين وبوغوس المغاربه عندنا هنا خايبين وقباح، هاد الجمله كفيله انها تخلي حتى واحد ما يتعاطف معك بنتي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما جايش باش نهاجمها، بركه غير الهجوم اللي تعرضت لي من صفحات الانستغرام تيك توك فيسبوك والتعاليق الخايبه اللي تعرضت لها، ودوك الناس انا اللي سبوها وعيروها في التعاليق ما غاديش نهاجمهم ونقول لهم لا علاش وكيفاش، لحقاش شافوا حتى هما الفيديو استفزوا وكيهضروا غيره وحيت استفزوا من الفيديو وبقى فيهم الحال. اللي ضرني في خاطري انا التعليق ديال داك الكوري على الفيديو اللي صور مع البنت. التعليق ديالو شنو مكتوب فيه؟ كاتب انه انا مشيت لواحد البلاد، مشيت لهاد البلاد هادي، تلاقيت بواحد البنت لصقاتني وبغات تزوج بيا غير حين عرفتني انني كوري، ما عارفه شخصيتي، ما عارفه طبيعي، ما عارفاني شنو تنبغي شنو ما تنبغيش، غير قلت ليها كوري لصقاتني ولات كتقول لي بغيت نتزوج بيك. بالنسبه لي انا هذا الفعل اللي دارت هاد البنت على حسابه هو شنو كيقول، قال هذا قله وعي وقله تربيه، وهذا الشيء حنا ما عندناش في بلادنا. يعني هو في بلادو الكوريات اللي عندهم 16 عام ما كيديروش هذا الفعل هذا، هما معمرين راسهم بحوايج اخرى. ياك شوفي انت المثال اللي عطيتي على بنات بلادك، انا دائما كنقول هذه الحاجه هذه، انا لا امثل المغربيات كلهم وانت ما كتمثليش المغربيات كلهم، حتى وحده فينا ما كتمثل المغربيات كاملين، كل وحده فينا كتمثل راسها فقط بتربيتها بوعيها بقرايتها بخدمتها بدراعها. ولكن فاش كطيحي مع اجنبي، فاش كتوقفي مع اجنبي كتهضري معاه كتطبق المقوله ديال حوته وحده كتخنز الشوارع، كتولي هو بالنسبه ليه كتمثلي المغربيات كاملين وكيعطي حكم كيحكم به على المغربيات كاملين. اذا شوفي يا بنتي انت فين وصلتي وفين وصلتي واحد اجنبي، انا ما عرفتش كيفاش تبان لك زوين، عطيتيه الحق انه يهضر على المغربيات كاملين ويحطنا كاملين في بانيه وحده. انا جيت باش نهضر على نقطه اخرى واللي هما المؤثرات ديالنا اللي الله يسمح لهم كيعطيو واحد الصوره غير صحيحه على ازواجهم الكوريين. انتي كمؤثره او خلينا هاد الكلمه ديال المؤثره ما كنحملها ما كنقبلها، ولكن بالفيديوهات ديالك اللي كتحطي واللي كتنشري وعلاقتك الزوينه اللي كتحطيها هي راه ما زويناش، حنا عارفين ان ديك العلاقه ماشي مثاليه 100%، مي كتاثري على بنات اللي باقيين صغار 14 15 16 عام. فاش كتشوف كنتي كتعطي واحد الصوره زوينه على الزواج مع كوري كتاثري عليها، كيولي الحلم ديالها الوحيد انها تزوج بكوري. انا فاش كندخل مثلا كيطلع لي شي فيديو ديال وحده مزوجه بكوري كندخل كنقرا التعليق كنلقى بنيتات صغار تبين غير من الطريقه باش كتبان الكومونتير انا باقا صغيره بزاف. علاش ما تصوروش الجانب الخايب في الزواج مع كوري؟ نهار غتفكري نتيا المغربيه اللي والده مع كوري انك تطلقي منه بسبب المشاكل، اول حاجه غتسلب ليك واللي هي الوليدات ديالك اللي انت والده معاه، لحقاش في كوريا كيعطيو الحق للزوج اللي هو عنده الاقامه وعنده الجنسيه وعنده امتيازات في البلاد ديالو، انت مجرد دخيله. فعلاش ما تصوريش وتبيني لهم هاد القضيه هادي، تقول لهم راه الزواج بكوري ماشي احسن حاجه في العالم، ونهار تبغي تصوري حياتك صوريها، انت كتصوري حياتك كتصوريها، كتوري بيت النعاس ديال كوزينتك الطواليت، كتوري ولدك كيفاش كتبدلي ليه، راجلك جايب لك الورد جايب لك حلوه، وهذا انا كنهضر عليهم كاملين ما كنمعنيش غير على وحده، عليهم كاملين. كتصوري حياتك الزوينه مع الكوري صوريها حتى بالخيب ديالها، صوري فاش كيخاصم عليك، فاش كيغوت عليك، فاش تيهددك انه الا فكرتي في الطلاق راه غيحيد لك ولادك، باش تعطي صوره كامله مكموله على الزواج بكوري كيفاش دايره. يا اختي الكوري راه طلع بعتي دار قالك سمحوا لي انا متايب الله سمحوا لي، راه ما كانش عليا نحط داك الفيديو هكاك، حقا كان عليا ندير ليه المونتاج، ولا على الاقل حيد اللقطه، يا اما يحيد اللقطه فاش بانت معاه البنت، اولا على الاقل يدرق لها الوجه ديالها. دابا انت الاعتذار اللي طالع به ديالاش ديال انك شوهتي البنت فضحتيها مرمتي بكرامتها الارض، زائد التعليق اللي انت حاطو كتقول ان هذا الشيء هذا اللي دارت هاد البنت هو قله وعي وقله تربيه، سطروا لي على قله تربيه. عاد قال انه هما عندهم في بلادهم في كوريا راه ما كاينش داكشي، وفعلا راه كلامو صحيح، هما عندهم في كوريا ما كاينش هادشي. سيروا قلبوا على الثقافه الكوريه، فهموا الثقافه الكوريه، قلبوا على العادات والتقاليد ديال الكوريين كيفاش دايره داكشي اللي كتشوفوا في التلفازه ولا كتشوفوا في الافلام راه ماشي بصح. فاش كتبان لك البنت خارجه سهرانه مشات لهنا مشات مع صاحبها لهنا جات من هنا، داكشي راه ما كاينش، داكشي فيلم، غير فيلم، غير قصه من وحي الخيال. اما هما ثقافتهم راه مغايره تماما، راه ماشي كيف ما كتشوفوها البنات. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه غادي نعاود نرجع نقول لكم ان السبب في هذا الشيء هما المؤثرات اللي كيجيو كيمثلوا عليكم الحياه الورديه، والمؤثرات اللي مزوجين بالكوريين وتيمثلوا عليكم انهم عايشين الرفاهيه. راه كاع دوك المؤثرات اللي كيبانوا في السوشيال ميديا ومزوجين باجانب راه حتى وحده فيهم ما
العيشه الرفاهيه، غتلقاها هي كطلب وتتزوق في راجلها باش انه يبان معاها في يوتيوب، باش تدخل صريفه، باش هي تصرف عليه. خصكم تفهموا هاد القضيه البنات، حتى وحده فيهم ما عايشه الرفاهيه والو. اللي عايشه الرفاهيه ديال بصح، اللي عايشه بخير هي اصلا ما مسوقاش لك انت تعرفيها واش عايشه بخير ولا ما عايشاش بخير، واش عايشه مزيان ولا ما عايشاش مزيان. راه غنرجع نقول لكم البنات، شوفوا على الاقل على الاقل انت مثلا الحلم ديالك كطمحي انك تمشي تعيشي في واحد البلاد، سير اختي دخلي لجوجل، راه كاين دابا الذكاء الاصطناعي، دخلي اختي سولي غير بالدارجه، قولي الله يرحم لك بها الوالدين الذكاء الاصطناعي يعطيني القوانين ديال كوريا كيفاش دايرين، العيشه ديالهم كيفاش دايره، بغيت الحياه الحقيقيه ماشي داكشي اللي كنشوف في الافلام، وغادا تصدمي، غادا تصدمي من القوانين ديالهم كيفاش دايره، من حياتهم كيفاش دايره. لا اله الا الله، زعما الله يهديكم وصافي.